انت ممكن ب 15000 جنيه تاخد دوري. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ارجع لنادي الزمالك وشوف عمل ايه. يا زمالك يا مدرسه يا لعب وفن وهندسه. مبروك لكل اخواتي الزملكاويه، مبروك لجمهور الزمالك العظيم، بجد كله مبسوط وفرحان. الزمالك يا جماعه فريق كبير جدا جدا. عايز اقول لكم حاجه واحده بس، نصيحه لكل الفرق المصريه. انت ممكن ب 15000 جنيه تاخد دوري. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ارجع لنادي الزمالك وشوف عمل ايه. ارجع لنادي الزمالك عنده 18 كيد. ارجع لنادي الزمالك ما عندوش مدرب، مفيش اداره، مفيش فلوس، مفيش لعيبه. لعيبه تلات ارباعها بيلعبوا منصبين. لعيبه بس ما بتعملش الا حاجه واحده بس، وهي ان الفريق بيلعب عشان خاطر الجمهور. ولولا الحظ والقدر اللي كان مش محالفنا في ماتش الكونفدراليه مع اتحاد العاصمه. عايز اقول لكم يا جماعه ان نادي الزمالك نادي كبير جدا. فخور ان انا بشجع نادي الزمالك، مبسوط ان انا بشجع نادي الزمالك. بجد انا بتكلم الكلام ده من قلبي. يعني نادي الزمالك حاجه عظيمه جدا، مهما احكي عنه الكلام مش هيخلص خالص. بجد انا لما بتكلم في اي فيديو ما بقاش متخيل ان في نادي بيحصل فيه اللي بيحصل دوت وياخد بطوله وكان هياخد الثانيه، وبياخد بطوله مهمه جدا في وسط النادي الاهلي وبيراميدز اللي هم اقوى فريق او اقوى فريقين في افريقيا. تتخيل الموقف ان الاثنين اقوى فريقين في افريقيا بلعيبه بسكواد بفلوس بامكانيات بادارات بكل حاجه، بكل حاجه. عايز اقول لكم يا جماعه مستحيل اي فريق يعمل اللي الزمالك بيعمله. يا جماعه الموضوع مش زي ما انتم متخيلين، لا احنا كزملكاويه عايشين في اللحظه دي وعايشين جوه الحدث نفسه. ان الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا. ويا جماعه والله ان انت تاخد دوري ب 15000 جنيه في خزنتك دي حاجه ما بتحصلش. لعيبه ما بتاخدش فلوس، لعيبه ما بتاخدش مكافآت، لعيبه مصابه بتلعب، في مشاكل في حراسه المرمى والخلافات لا بتعدي والحمد لله رب العالمين. بتلاقي اللي بيسد بتلاقي اللي بيوقف. خط الدفاع بتلاقي مثلا الاثنين اللي هم الاساسيين مصابين، بتلاقي الناشئ اللي ينزل يأدي اللي عليه وزياده. الباك الشمال ده مطرود، لا هتلاقي مثلا الباك الشمال الثاني موجود بس مصاب، والعكس صحيح، مصاب يرجع الثاني المطرود يلعب، وهكذا. شوفوا يا جماعه الملحمه اللي كانت بتحصل دي كلها مش سهله. الملحمه اللي كانت بتحصل دي كلها مش سهله، اقسم بالله. لازم كل فرق الدوري تبص على نادي الزمالك، تبص على تبص على نادي الزمالك. بص هو عمل ايه. مش كل حاجه الفلوس، اقسم بالله ما كل حاجه الفلوس. معلش احترام النادي الاهلي، احترام النادي بيراميدز، احترام السيراميكا اللي هي فيها فلوس عن الزمالك حاليا. ايه عملوا ايه للاسف؟ الاهلي دلوقتي الثالث، بيراميدز الثاني. طيب اللعيبه فين بقى؟ اللعيبه زي امام عاشور، اللعيبه زي تريزيجيه، اللعيبه زي زيزو، اللعيبه زي محمد الشيبي في بيراميدز، ناصر ماهر في بيراميدز. اللعيبه دي فين كلها؟ ده دي كلها بمليارات، لو حسبتها كده بمليارات. لكن الزمالك يبقى الزمالك ويبقى موجود لجمهوره. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجمهور نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون كل حاجه اتحلت والمشاكل كلها حلت، وباذن الله في دوري ابطال افريقيا لازم نكون على الاقل رجل واحد، ولازم نكون ورا النادي ده برضه. بس ما نقولش السنه دي والحمد لله لازم نتعب الدوري ومش هنسيبه. وان شاء الله السنه الجايه هناخد بطولات، وان شاء الله هندعم الفريق، وان شاء الله كل حاجه هتتحل باذن الله. عايز اقول لكم في اخر الفيديو يا ريت اي واحد اهلاوي يقول لي رايه في نادي الزمالك واللي بيعمله نادي الزمالك. بجد حاجه جامده جدا، حاجه عظيمه، فخر لمصر وفخر لجمهور نادي الزمالك ان فريقك ياخد بطوله الدوري في وسط عمالقه، في وسط عمالقه بالمليارات. في الاخر ما تنسانيش وتعمل متابعه للصفحه وتشارك الفيديو علشان يجيلك كل جديد. سلام، مبروك.